ولحظة الحقيقة. لو دوسنا جنريت المفروض ان هو يحولها لمدينة. دوس جنريت. في الفيديو بتاع النهارده هعرفك ازاي تستخدم برنامج جين 1 اللي بيرسم في الفيديو بالذكاء الاصطناعي عن طريق الكتابة بس. فتعالى نشوف مع بعض النتيجة اللي هتطلع من السوفت وير، هل فعلا نقدر نعتمد عليها وطلع بشكل كويس ولا اي كلام. ويلا بينا. انت مش بائس؟ اكتر من واحد سجل الفيديو واكتشف ان هو مش دايس ريكورد. فخلينا نعيد من الاول، نرجع تاني من الاول عادي خالص كأن مفيش اي حاجه حصلت، عشان انت ما دوستش ريكورد عقابا ليك. الله المستعان. يلا بينا. السلام عليكم، معاكم محمود فوده. الشرح بتاع النهارده هيبقى على برنامج جين 1، النسخه اللي بترسم جوه الفيديو، مع العلم ان في نسخه جين 2 الاصدار الثاني اللي هو بيطلع لك فيديو بدون شيء. يعني انت بتكتب بس مشهد وهو يطلعه لك على شكل فيديو، مش بترسم جوه الفيديو. المفروض ان هو هينزل قريب على رانواي برضو، ومتحمس جدا ان انا اجربه معاكم. فخلينا سريعا نخش في الموضوع ونشوف ازاي اصلا بتوصل للسوفت وير وبتعمل اكونت ازاي، ولا هو مجاني ولا بفلوس. كل عليك انك هتفتح موقع رانواي، هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف تحت او في اول كومنت على فيسبوك. بعد ما تفتح الموقع هتعمل اكونت عادي مجاني، تعمل تسجيل دخول. لو انت بالفعل كنت بتستخدم موقع رانواي اعمل تسجيل دخول بالحساب بتاعك، وتروح على حاجه على الشمال هنا اسمها AI Magic Tools، تدوس عليها هتلاقي عندك حاجه اسمها جين 1 فيديو تو فيديو، وده سوفت وير. هتدوس كليك. انا متحمس ان انا اجربه، ولكن اكتر حاجه متحمس ان انا اجربها هي فكره الستوري بورد مود، ان انا اديله شكل لشويه كراتين او كتب او حاجه ويحولها لي لمشهد حقيقي. هل الموضوع فعلا هيطلع بنفس القوه اللي كان ظاهر في الاعلان او هيديني نتيجه كويسه؟ خلينا نشوف مع بعض. بعد تفتح الاكونت بتاعك هتلاحظ فوق ان بيقول لك ان في عدد ثواني معينه متبقيه. النسخه دي تجريبيه، فتقدر تقول ان هو بيديك عدد ثواني وبيديك نقط جوه كل حساب مجاني. على سبيل المثال هتلاقي ان الحساب بتاعي فيه 562 كريدتس او 562 نقطه. النقط دي بيتحاسب عليهم قصاد كل ثانيه، يعني كل ثانيه من اي فيديو بتخصم منك 14 نقطه من النقط اللي عندك في الحساب. والحاجه الثانيه برضو ان عشان دي نسخه لسه تجريبيه، هتلاقيني كاتب لك ان اول 3 ثواني بس من الفيديو هو اللي اتعمل فيهم معالجه او هيتم الرسم فيهم. فخلينا نجرب مع بعض سريعا في فيديو انا مصوره، الفيديو ده، ونفتح اوبن كده نشوف الموضوع هيتم عامل ازاي. الكريدتس بتاعتي اللي في الاكونت كانت اكتر من كده، ولكن زي ما قلت لك الفيديو باظ، فالحمد لله احنا بنسجله تاني. ده الفيديو الاساسي بتاعنا، لقطه عاديه بوش ان انا مصورها، مفيش فيها اي حاجه. وعلى اليمين هنا هتلاقي ان في عندك 3 حاجات: ايمج، بريسيتس، والبرومبت. الايمج انك تاخد ستايل من صوره وتطبق الستايل ده جوه الفيديو، والبريسيت دي بريسيتس جاهزه جوه السوفت وير تقدر انك تطبقها او تستخدمها على الفيديو مباشر. والبرومبت اللي فيها اللعب كله بقى. هنا عيش بخيالك واكتب اي حاجه انت عايزها المفروض انها تطبق في الفيديو. هل فعلا هتطبق؟ تعال نشوف مع بعض. خلينا نبدا بالايمج الاول. هتلاقي عندك حاجه اسمها ديمو ايمجز هنا، دي صور تجريبيه هم محطوطه جوه السوفت وير تقدر انك تجربها بنفسك. يعني في اللافا، في السايبر بانك، في كام حاجه باترن وحاجات. او لو في صوره عندك حابب تاخد الستايل بتاعها ممكن تدوس على ابلود وتحمل الصوره اللي انت عايزها. يعني في صور ميد جيرني عندي كتير، ممكن ابقى نستخدم صوره منهم. نجرب مع بعض مثلا سايبر بانك ستايل. في السيتنجز تحت في مؤشر بيديك قد ايه الستايل انت عايز تطبقه جوه الفيديو. يعني زودت المؤشر بيزود تاثير جوه الفيديو. لو دوست بقى على ادفانسد هتلاقي ان في اعدادات كتير هنا تقدر انك تلعب فيها. يعني مثلا المؤشرين اللي في الاول دول بيأثروا على قد ايه الانبوت والاوتبوت مختلفين عن بعض، الفيديو اللي انت دخلته والفيديو اللي هيطلع بعد كده. ونزلت تحت هنا هتلاقي عندك حاجه اسمها اب سكيل، انك تكبر السايز او انك تشيل الووتر مارك من على الفيديو. طبعا كل دي زي ما قلنا ان دي نسخه تجريبيه في الاول، فلو حابب انك تشيل الحاجات دي هتعمل ابجريد طبعا للبلان بتاعتك، او انك تعمل افكت مثلا في الفور جراوند او الباك جراوند لوحدها. يعني حاجات مختلفه شويه. فاحنا خلينا في الوضع العادي خالص، خلينا بدون ادفانسد دلوقتي ونجرب نخليها مثلا على 80% وندوس جنريت ونشوف النتيجه هتوصل ازاي. ودي وقت الحقيقه والفيديو خلص. طبعا احنا مزودين الستايل فاعتقد ان هو هيبقى مختلف. فيديو مختلف تماما. طبعا زي ما توقعت انه بياخد الشكل او الشيبس اللي جوه الفيديو ويطبق عليها الستايل الجديد. لو احنا مثلا قللنا ال 80 ده خليناها 40% ودوسنا جنريت، هيعمل لنا جنريت تاني. استنى شويه والفيديو خلص. لو جينا نشغل
هتلاقي ان خد نفس الفيديو ولكن طبق عليه يعني مع الاحتفاظ بهويه الفيديو الاصليه، ان في حصان بيجري وشخص ماسكه، نفس الدبث ماب ولكن قلل شويه التاثير اللي هو طبقه عن الفيديو الاساسي اللي فوق، عشان احنا قللنا الستايل الخانه بتاعته ل 40%. يعني انا هرفع له صوره من ميد جيرني، هرفع له الصوره دي مثلا، صوره غريبه، فشوف هيتعامل معاها ازاي. اللحظه المنتظره، ندوس كليك، المفروض ان اوه تمام، وده الفيديو اللي هو طلعه. الحاجه بقى اللي انا فعلا متحمس ليها هي الستوري بورد مود، ان انا اديله شكل. انا صورت حاجه مخصوص عشان الموضوع ده، خلينا نشوف الموضوع هيوصل معانا ازاي. ده الفيديو اللي انا صورته، ما فيهوش اي حاجه، فيديو طبيعي خالص، شويه كراتين، كرتونه الموبايل، كرتونه كام حاجه كده. تفتكر لو شرحت البرنامج ان الفيديو ده لقطه للدرون من فوق مباني في مدينه معينه بمنظر سحاب ورا، هل هيدينا نفس النتيجه دي بالذكاء الاصطناعي ولا لا؟ تعال نشوف. احنا كنا بنجرب ايمج، فهنروح على برومبت ونكتب هنا الافكار بتاعتنا. هتخيل مثلا ان دي درون شوت رياليستيك، تمام. ولحظه الحقيقه لو دوسنا جنريت المفروض ان هو يحولها لمدينه. دوس جنريت. ممكن حد يقول ان النتيجه اللي احنا بناخدها مش بتكون قويه، ولكن خلي بالك ميد جيرني والبرامج التانية صدقني كانت بادئه كده، يعني كلها كانت بادئه بنتيجه منغوشه وتفاصيل مش مظبوطه وصوابع عامله كده وعينين محوله، ولكن دلوقتي النتيجه بتطلع واقعيه قوي. فالسوفت ويرز دي انا فعلا مستبشر بيها خير، وان شاء الله ما تقعدناش في البيت يعني ونستغلها في شغلنا. فخلينا نشوف. اوه ايه رهيب، لا جامد. وخلي بالك انا مش بقول جامد كده بس بناء على انها جودتها مثلا حلوه، لا، هي انا باصص للفيديو ده كمان سنه مثلا البرنامج ده هيطلع لي ايه. يعني بص، ده الفيديو الاصلي وده الفيديو اللي اتعمله جنريت، نفس الفيديو، انا هشغلك الاتنين جنب بعض. السوفت وير ده انا متاكد ان لو فعلا كان ماشي بنفس الوتيره بتاعت ميد جيرني وكل البرامج بتاعت الصور اللي بتدينا نتائج رهيبه دلوقتي، الشوت ده بعد سنه هيبقى في حته تانية خالص وهيبقى واقعي قوي. طيب تيجي نعدل شويه في البرومبت، مثلا نخليه بستايل تاني، نخلي مثلا درون شوت اوف اوفر بيلدينجز مثلا اوف سيتي. يعني بما اننا في رمضان فممكن نحط في رمضان. انا بهبت دلوقتي، انا بهبت فعلا. وندوس جنريت. هو انا كتبت له حاجه هي تكاد تكون مش مفهومه، انا ربطت اللقطه اللي انا مصورها فوق بشهر رمضان بحاجه غريبه بمدينه، طب بلقطه درون فهيديني ايه؟ طيب النتيجه هتكون عامله ازاي؟ مفيش رمضان في الموضوع، هو قلب نفس النسخه ولكن بالليل. لو مسحنا وكتبنا له مثلا سايبر بانك ستايل اللي موجوده انريل انجن، تمام، وندوس جنريت ونستنى شويه، ودي النسخه مختلفه تماما. انا لو كنت حطيت مثلا اي عربيه صغيره او حاجه هنا ومشيتها، او طياره مثلا لعبه وطيرتها، اعتقد ان هو كان هيحولها برضو لحاجه حقيقيه. الموضوع ده يعني يفتح لك انك تفكر كتير بقى وتبدا انك تستخدم السوفت وير ده، او ممكن جين 2 البرنامج اللي احنا ان شاء الله نجربه مع بعض تاني. ولو تلاحظ ان كلها شغاله من ويب مش من برنامج بتنزله، لا هي من ويب سايت تفتحه وهتلاقي السوفت وير شغال، عشان مش هتحتاج جهاز قوي، مش هتحتاج حاجه، انت ممكن من الموبايل تستخدمه، اللي هو بيوفر على نفسه حاجات كتير، وعشان يوسع دايره المستخدمين بتوعه، موبايل، بي سي، لابتوب، ايا كان امكانيات الجهاز اللي معاك تقدر تاكسس على الويب سايت وتستخدم الفيتشرز اللي موجوده فيه. ففعلا سوفت وير جين 1 الى حد ما على الوقت الحالي لسه محتاج ان هو يتعمل له ابديتس كتير. وفي الاخر ما تنساش تقول لي هل ممكن نعتمد على جين 1 في فيديوز، او قدام هيبقى النتيجه فعلا كويسه نقدر نعتمد عليها في شغلنا، وهل ممكن يبقى ليه استخدام في مجالات تانية غير اللي احنا اتكلمنا فيها. بس كده يا سيدي، كان معاك محمود فوده، اشوفك المره الجايه ان شاء الله.